اهلا بك عزيزي المشاهد، معاكم الكابو في فيديو جديد. طبعا زي ما انتم ما شايفين كده، انا ولا هعمل دخله ولا هاجي من الحيطه ولا هطلع من السقف ولا هعمل اي حاجه. عارف ليه عزيزي المشاهد؟ لان النهارده انا معايا فيديوهات كتير واحتمال الفيديو يبقى طويل، فيا ريت تحط لايك للفيديو دوت عشان نوصل اكبر عدد من الناس، عشان اعرف لو انتم بتحبوا الفيديوهات الطويله اعمل لكم فيديوهات طويله تاني. فعزيزي المشاهد انا مش عايز اطول عليك في المقدمه اكتر من كده، فيلا بينا نبدا الفيديو مع بعضينا. Y yo le pregunto cuánto quiere esto. ولا ولا ماشي يا بسبوس، شكرا بسبوسه على التحيه والجميل يعني شكرا بسبوسه، شكرا بسبوسه. ما تمنشنوش على فيديوهات بسبوسه تاني وحدش يقول لي هي بتخونك يا ما بتخونكش. انا عارف ان هي بتخوني، انا عارف كل حاجه. مش عبيط، انا مش عبيط، مش مركبهم انا، فانا عارف. جماعة ماما جاية تكلمكم. ازيك يا مامة سوزي؟ عامله ايه؟ يا رب تكوني بخير. مبسوطه معانا في الرحله ولا ايه؟ النهاردة آخر يوم امتحاناتي تالتة ثانوي عام علمي علوم. هي واخداها كده تالتة ثانوي عام علم علوم، هي حافظاها كده، ما حدش يلخبط معلوماتها. ما ينفعش تقول تالتة ثانوي، ما ينفعش. أنا عشان إيه بس الناس اللي عمالة تكتب لي لو نجحت اعملي لي تظلم والكلام ده، أنا والله العظيم من غير ما أحلف أنا شاطرة من أول إعدادي، من أول ما دخلت مدرسة لحد تانية ثانوي. حاسس ان ماما عايزه تقول الكثير من الكلام بس خايفه من الجمهور. معترض على الكلام اللي انت بتقوليه ده، احساس والله يعني مش عارف. والحمد لله كنت شاطرة وبجيب مجاميع وكل حاجة. السنة دي حصل مشكلة الاسم وشقتنا ولعت ساعة بداية الدراسة، فأنا ما لحقتش ألم منهج، فأنا رحت أعمل اللي عليا. عديت السنه دي، عديت ما عديتش، انا عارفه ان انا ما تعبتش، بس في الاول وفي الاخر قلت اروح على الامتحانات واحاول الم الكام ماده، او احاول اروح المراجعات النهائيه واعمل اللي عليا. صح يا مامي؟ مامي مصوره الفيديو تحت تهديد يا استاذ على فكره عشان عملت كده. المفروض تنطق. يا مكسوفه ليه ماما؟ مكسوفه ليه يا ام سوزي؟ ام سوزي ارفعي راسك لفوق يا ام سوزي، انت بنتك سوزي، ارفعي راسك لفوق. البنت ديت خطر على اهلها يا جدعان قبل ما تكون خطر علينا، والله مهدداها، اكيد ماسكه عليها حاجه. النهارده عشان الفيديو ده قبل ما اجيب الشهاده، انا كده كده حاسه ان انا هشيل ماده مادتين بس. انا لو نجحت هتجيبي لي ايه؟ ام سوزي فرحانه وبنتها رايحه تشيل ماده مادتين ثلاثه. بامانه والله يا جماعه، ما عارفه ان انا بصور الفيديو ده لان انا ما قلتش الكلام ده. يعني ماما مش شايفه الكاميرا؟ ماما مش شايفه التليفون اللي محطوط ده يا سوزي؟ يا ام سوزي انت نظرك ضعيف ولا ايه؟ ما تلبسي النضاره، البسي النضاره يا ام سوزي. هتجيبي لي ايه يا امي لما نجحت؟ مامي، امي، ايه؟ اجيب يوجد رصيد ولا ايه؟ كان نفس رصيدك مامي؟ لا ما تبقيش انت وطارق يتكلموا، انا بحب الناس اللي بتتكلم. كارت الشحن هتجيبي؟ لا بجد هتجيبي لي ايه؟ هنجح في كارت شحن عشان تقعدي تفتحي لايف براحتك، فعادي يعني ماما خايفه على مستقبلك، عايزاكي تقعدي لايف براحتك، هتجيب لك كارت شحن حلو. في ثالثه ثانوي عام، يعني ممكن ايه؟ اخش طب، اخش هندسه. بعد الشر، بعد الشر طبعا على كل اللي انت قلتيه دوت، بعد الشر. قلت لك لو نجحتي افتح لك العياده وانا عند وعدي. تفتح لك عياده؟ ايه ده؟ ايه بفلوسكو ولا ايه؟ يعني مش فاهم فين الشهادات اللي تقول كده. يا جماعه يا جماعه، حد يشوف سوزي وامها يا جماعه. ما هو لسه في جامعه والكلام ده، هتفتح لي عياده؟ لما تخلص لا هتجيبي لي سكوتر بجد، هتجيب لي سكوتر عشان الفيديو ده، عشان لو نجحت هجيب لك الفيديو ده واقول لك فين السكوتر. يا ام سوزي السكوتر، اقل سكوتر دلوقتي عامل 40,000 جنيه. يا ام سوزي انت بتقولي ايه؟ ولا قصدها السكيت ولا قصدها ايه؟ هتجيب لي سكوتر؟ اهو احلفي. من غير ما احلف. لا من غير ما تعرفي، باجي لما بنجح تقولي لي السنه الجايه، صح. واجي اما انجح تقولي لي السنه اللي بعدها. لو وعد. وعد. انت حاسه ان انا هجيب ان انا هنجح؟ لا اقسم بالله يا ام سوزي انت عسل. انا عايز اعرف يا مدداكي بايه عشان تعملي معايا الفيديو دوت. انت كسرت خاطري خالص، انت دمرت. لما انت ذات نفسك عارفه ان انت مش هتنجحي، فانت مستغربه ليه لما ماما تكون عارفه ان هي مش يعني كملي. الدنيا خالص يا جدعان. طب قولي لهم، مش انا كنت شاطره في اولى وثانيه وثالثه واعدادي وثانوي؟ اه والله كانت شاطره. كانت بس السنه دي بس عشان الظروف اللي حصلت. اهو مش بايدي. مناخير ماما عماله تلعب وتنفش ده فلتر، ده فلتر ده يا سوزي. المناخير دي فلتر يا سوزي. سوزي انت بتتلزقي في الناس اللي مناخيرهم كبيره يا سوزي، ده فلتر شكله كده. ما تلومونيش، انا كده كده مجتهده والله هعدي، ويكفي ان انا وش سينمائي، يعني ينفع امثل. والنبي يا جدعان، والنبي الممثلين بيشوفوا الفيديوهات دي. ايه يا جدعان انتوا مش عايزين تاخدوني؟ امي قولي لهم والنبي ياخدوني امثل في دور. ياخدوا ما انت بتمثلي. النور جه، النور جه، هات يا امي فلوس. سوزي كانت منزله السكينه اول ما النور جه امها جريت خلاص، هي ما كانتش شايفه، عايزه تقوم من على الكنبه بس مش شايفه قدامها حاجه، فاول ما النور جه طلعت تجري خلاص. لا حول ولا قوه الا بالله. انا نفسي اعيش في البيت دوت ساعتين، ساعتين بس. النور جه،
نص ساعه عشان ابويا بس نزل، اقسم بالله لو كان هنا ما كان جه. انا مش مشكله، كده كده هنجح. يعني قصدك تقول ان ابوك وش وحش يعني؟ انا حاسس ان ده وقت فراغ، يعني اللي انتوا بتعملوه ده كله وقت فراغ، وباين يعني قدام الناس باين ان ده وقت فراغ، فحاولوا تشغلوا نفسكم باي حاجه، يعني حاولوا او اي حاجه اي حاجه. ايه ده؟ شو ده اللون اللي انا عايزه؟ امال عايز ايه يا وكيل ناسك؟ عايز ايه؟ ارجع ورا احنا بنصور فيديو. ارجع. ايه؟ لا حلو، عجبني. تسلم ايدك. عاجبك ولا مش عاجبك؟ عجبني. لا لو مش عاجبك قول. لا عجبني. هو انتوا بتتعاملوا مع بعض ليه كده؟ ليه طريقه المعامله معاكم يعني ليه الطريقه بقت كده؟ ليه؟ قلت لك عجبني. افتكرته مش عاجبك. لا عجبني. ارجع ورا. اهو. هتعمل ايه؟ هعمل ويفي. ولا هتعمل ايه؟ ويفي. هو انا ليه خايف انا ليه خايف وانا بتفرج على الفيديو، مع ان الفيديو خلاص نزل ومتصور بقاله كتير. انا ليه خايف وانا بتفرج عليه؟ في ايه يا جماعه؟ يا جماعه تعاملوا برفق، يعني عاملونا بحاجه حلوه شويه كده. سابه هنا راح فين؟ هو ايه ده؟ هو عنده مرض من الويفي ولا ايه؟ لا هعمل استشوار. وطي دماغك. هعمل استشوار. هتعمل ويفي ولا استشوار؟ لا استشوار. خلاص لسه هعملك، بقول لك هعمل استشوار في ايه؟ مش هعمل ويفي انا خلاص، هو ويفي لوحده، انا هعمل استشوار بقى غير. ويفي ولا استشوار؟ استشوار. خلاص مش هعمل ويفي، هو ويفي اهو. انا عامل استشوار. وطي طيب. اهو. هم عايزين موسيقى تصويريه، انا اعملها لهم. حاضر انا اعملها. النور مكانه في القلوب. النور مكانه في القلوب. النور مكانه. الحلاق ده يا جدعان عنيف، محدش يروح له، او لما حد يجي يروح له خدوني عشان انا عايز اعمل ويفي. فعلا انا عايز اعمل ويفي، فبعد اذنك يا حلاق لو بتشوف الفيديو دوت، انا عايز اعمل ويفي. يلا تعالى انا عايز اعمل ويفي. الله اكبر عليك يا واد يا احمد يا عم. طب لا مؤاخذة بس يا جماعة، معلش أنا آسف. أهلها مفهمينها إن هي ما ينفعش تقلع الحجاب، ما ينفعش تقلع الحجاب، بس قصة الصرصار اللي أنت بتعمليها استشوار ومكوى ديت، يعني إيه نظامها؟ إيه نظامها بجد والله؟ طب أنت بتعملي مكوى ليه لما أنت محجبة؟ في الكوافير، عشان محدش يجي يقول لي ما المحجبات بتعمل مكوى بس لنفسها أنا بقول في الكوافير بتعملي مكوى ليه؟ شايفين يا اخواتي الويبي ده قلب واحد لسين يا قصة صرصار والله العظيم، يعني ده شنب الصرصار بالظبط، بيبقى عامل كده. اخواتي، ولا تقولوا لنا فواتح ولا جوامع. احمد عمرو واحد بس. عندها فرح، عندها فرح، هي فرحانة، هي لوحدها بس اللي فرحانة، هي شايفة ان ده ويفي. مع انه مدي على شنب صرصار، بس عادي مش هتفرق. يلا كله يقول ورايا. ركزوا بقى يا جدعان عشان والنبي الاستاذ دوت والله العظيم انا حبيته قوي، حبيته قوي لان انا بتعلم منه، انا بستفيد منه. اتفضل يا مستر، اتفضل يا مستر كمل. اهم كلمات الاي، اهم كلمات اللغه الانجليزيه. لا شيء نوتي هنج، لا شيء نوتي هنج. دوله سنتوري، دوله سنتوري. يطبخ سك، يطبخ سك. يحب لايف، يحب لايف. بطيء سلوى، بطيء سلوى. اتوبيس بايظ، اتوبيس بايظ. ينهي فينسهي، ينهي فينسهي. كاتب ورايتر، كاتب أيوة. ورايتر. حمار وحشي، زو. حمار وحشي، زو. الوان سيلر، الوان سيلر. والله يعني مدرس شاطر جدا، انا عن نفسي بتعلم منه، انا اتعلمت كتير منه ولسه هتعلم تاني منه، لان انا بقى خلاص المدرس الافضل بالنسبه لي. وعايزك تركز ان حمار وحشي يعني سو. استنى نشوفها بس تاني معلش اتاكد. اهي حمار وحشي يعني سو. الوان يعني سيلر، لا مش كلر. كلر ده انت متعلم فين؟ ده السعوديه سكول دي ولا ايه؟ دي مدارس تحت بير السلم اسمها سيلر. سيلر. افهم يا ابني افهم. هتفضل لغايه امتى جاهل كده؟ المدرس دوت اللي بيدرس للسوز الاردنيه. وكنا بنهزر سوا، هوب هب طخ، حاسس ان انا ايه الهزار بتاعي رخم وحب يعرضها قدام صاحبه، راح قايم راح عامل لي كده في مناخيري. انت مش عايزه تحترميني؟ راح ماسكني كده قال لي انت مش عايزه تحترميني، طق 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 في مناخيري.
كسر لي العظمه الاماميه والسفليه والعلويه. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ هي المناخير فيها كام عظمه؟ وبعدين طاوق غبي اول الدرجات، طاوق اللي هو حته طاوق صغير قد كده يعمل فيكي ده كله؟ ولا ده مين؟ هي بتتكلم عن مين يا جماعه؟ ابوها ولا امها ولا بتتكلم عن مين؟ زي ما انتوا شايفين ما عنديش مناخير. ما عنديش مناخير حاليا ما بعرفش اشم. ودي اكتر حاجه مضايقاها عشان هي بتحب العفانه، تحب تشم كل العفانه قدامها. حاليا كده انا على وشك الانتهاء، ما بعرفش اشم. لو حد فسد دلوقتي مش هشم. يا دين امي يا دين امي، وانت عايزه تشم ليه؟ انت عايزه تشم ليه يا بنتي؟ يا بنتي العمى ارحم بكتير اقسم بالله. انا حاليا مش شمم، ما بشمش. راح طك 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 في مناخيري، درجن ضرب لحد ما دي راحت رشه صف دم عليه. طبعا ما رشيتش صف دم، بس انا حسيت يعني. لا وما استكفاش بقى ان هو ضربني، راح مديني واحده في جنبي، كبر لي الجنب ده وصغر لي الجنب ده. سبته وقلت له مش هتكلم معاك تاني، حملك لله مش عايزك تاني. وجايه طالعه راح مديني واحده في ظهري. رحت انا بعد ظهري دي بقى لقيت لك العمود الفقري عمل لي كده، حسيت ان انا ماشيه كده، الدنيا كلها بتمشي كده، انا ماشيه كده والله جسمي اتلوح كده. رحت ماسكاه، رحت عضاه من هنا، من الحته دي مطرح حز السنتيال مثلا. انت بص هنا حز البتاع كده مثلا، البرو بتاعك هي عند اخر الحز كده، انا رحت عضاه من هنا هبشاه كده، وربنا رحت عضاه ورحت ماسكاه من هنا زومبي. قلت له انت مالكش دم عليا، ورحت هبشاه كده. طبعا بقى لو شفتوه في اي صور ولا اي حاجه هتلاقوه لابس هيكول اليومين دول، هتلاقي لابس اي حاجه مغطي بقى رقبته بعد الضرب اللي انا ضربته. وبعديها بقى لا مش عايزك تاني، ورحت انا رايحه عند قريبتي لما هدومي، وخدت هدومي اللي كانت عند صاحبتي اللي انا كنت عندها، خدت بعد قلت نازله المطريه، راح جاي موصلني. وبعد ما وصلني انا مش عايزك تاني، مش عايزه اعرفك تاني، هي خلصت على كده مش عارفه ايه. جه من شويه راح رنن عليا قال له انت ناويه تتعدلي ولا مش هتتعدلي؟ قلت له لا مش هتعدلي. قال لي انا هعدلك. قلت له لا، والفرح بتاع خالك اللي انا هجيب الليل هلبس فيه شورت وتيشيرت عشان ما جبتش فستان. راح عامل لي اخ، قال لي شورت وتيشيرت، طب استلقي وعدك بقى عشان الناحيه الثانيه بتاعت مناخيرك اعورها لك. انا بقى طالعه وبقول لكم والله العظيم لا اجيب 2 بودي جاردات يقطعوه. والله انا بيعجز اللسان عن التعبير، يعني الفيديو كله كلام يتقال، انا مش عارف اقول ايه. يعني شوف سبحانك يا رب، الفيديو كله كلام يتقال، وكل كلمه في الفيديو يتعمل عليها رياكت الفيديو لوحده. يعني انا امسك الفيديو ده لوحده كده اعمل عليه رياكت الفيديو كله، بس انا مش عارف اقول ايه. انا كل اللي انا عايز اقوله اتمنى ان انتوا تتجوزوا عشان واحد يموت التاني ونخلص بقى، بس مش عايز اكتر من كده. ده انا لسه شايفها منزله بتقول له قرايه الفاتحه بتاعتي بكره، لا حول ولا قوه الا بالله. ده ايه العلاقه بنت الكلب دي؟ ده ايه العلاقات دي؟ السوق كله يسمع انا اخويا في ثانويه عامه ومش عارف يذاكر، يعني اللي ذاكرها هيخونه وهيشغل صب او يعلي التلفزيون او يعلي صوته وهو بيبيع لي سبون، قالب الفرش على دماغه ومش هياكل عيش فيها تاني. حد مش جاي معاه الكلام؟ مش جاي معاك كلام اقسم بالله. يعني انت لو بتسال حد مش جاي معاك كلام، انا مش جاي معاك كلام. تعرف تعمل معايا حاجه؟ تعالى يا مرحب بالجراح، تعالى. ما احنا برضه مخطرين نفسنا يا جدعان، ما تستهلسوناش بقى. يعني دوت لو انا في الشارع مثلا وماشي في الشارع بس مش ببيع وسمعت الكلام دوت على قفاك هنا على طول نهمه في الارض. والله مش عارف في ايه يا جدعان، انتوا مالكم ما بتتكلموش ليه؟ طب حد قال انا يا عم اقسم بالله ما حدش رد، يبقى اللهم بلغت اللهم فاشل. اهو اللي جاي ده هيعمل حاجه. الشيف يا شيف اعمل حاجه يا شيف. والبصل ب 8 جنيه يا اسطى عندكم رخيص فشخ. ايه ده بجد والله، دي منطقتي دي. طبعا لو الكادر اتغير اعذروني، لان انتوا عارفين ان النور بيقطع عندنا دلوقتي 4 5 6 مرات عادي. احنا واخدين على كده يا جماعه، احنا واخدين على كده. السلام عليكم، كيلو الطماطم ده بكام؟ هو ايه اللي يا عم شغال عندك؟ بقول لك كيلو الطماطم بكام؟ طب انت بتزعق ليه؟ يا اسطى والنبي؟ انت عايز تتضرب صح؟ شكلك باين عليه انت عايز تتضرب. ايه يا عم الوعان ده مش عايز حاجه. عم صبابة كده وقفت حالنا مش عارفين نشتغل، ناكل عنا منين؟ يعني ايه تاكل عيالك منين يا حبيبي؟ وطي صوتك طبعا عشان اخوك بيذاكر فوق. وطي صوتك يا اسطى، انت معلي صوتك ليه؟ انا مالي يا حبيبي، واخويا اللي انا صارف عليه دم قلبي دوت لما يصحى هتنفعني انت ولا البياعين؟ مش جاي معاك الكلام يا حبيبي، خد بعضك وغرف نسيبك. يلا يا عم هتروح عند الشيخ تجيب 2 فول واحد بطاطس، يلا وما تعواش عشان انا هفطر واروح الشغل.
بقول لك يا سعيد، الواد اللي اسمه ظباط دوت زقق اول مره في السوق وما رضيتش اقول لك وما رضيناش نتكلم، تاني مره دلوقتي زقق مع ابوك وقال منه في وسط البياعين كلها. ايه اللي انت بتقوله دوت؟ زعق مع ابويا انا؟ وعاد الله يا زباطه انا اتحدث فيك النهارده كده. زباطه ذكاء وخانه. روح انت دلوقتي يا ادهم يا ابن الحرام يا ابني. يا عم سيبني تشتغل انا اوديك في 60 ده لا يا عم. بقول لك يا اسماعيل ما تحطش نفسك انت في الحوار دوت بره عنك. وظبطت ذكاء وخانه معايا وجه مع ابويا على الحرام من الدين اتحبس فيه النهارده. بقول لك ايه يا عم، خصمك هو خصمي وانت اخويا وازعل عليك. حقنا نجيبه بدماغنا يا حبيبي ولا ايه؟ انا اللي هقول لك هو اللي ولا ايه؟ انت تعبان في دماغك يا عم انت. بقول لك ايه ونستعبط على ابويا تقول لي دماغنا هنعمل ايه بدماغنا يعني؟ تعمل ايه؟ تعالى يا حبيبي اقول لك هنعمل ايه. بقول لك ايه يا عم عبده، انا ماليش دعوه يابا، رن على الراجل خليه يجيب الفلوس دلوقتي. هتشرب شاي معايا؟ هات يا محمد 2 شاي. فين يا محمد؟ ده سعيد اغلط الصبح. خلاص يا عم كلمته ودخل علينا اهو. استعجلوا يا عم عشان نقوم نقول في داهيه. تسلم ايدك يا حبيب قلبي. اشرب يا عم الشاي. حاسب يوم. وانا لغايه دلوقتي لسه ما فهمتش فيه ايه، بس هم اكيد عندهم موضوع عايزين يقولوه لنا بس مش عارفين اكيد. فتعال نشوف الفيديو اللي بعده يلا. نور. اسمك ايه؟ اسمي نور. تصرفي كام في الساحل؟ يعني على حسب المدة. لو اتفت ده بكام؟ ب 4000 غلبان. ب 4000 ايه؟ فين؟ هي مش لابسه من فوق ده، هي البنطلون بس ب 4000 جنيه. مش لابسه من فوق. في مراسي ولا في بورتو؟ لا مراسي. شايفه الجست بتاع مراسي اكيد احلى من بورتو بكتير. حفله عمرو دياب. والله هو الساحل كله جميل والله، يعني اي حد هيروح هناك الساحل كله حلو. دياب. لا. شايفه شباب اسكندريه احلى ولا شباب القاهره؟ القاهرة طبعا. طب في الشكل العام اسكندريه. هنا هي بتعنصر، انا ماليش دعوه، انا بحب شباب اسكندريه. شباب ليه؟ انا مالي بالشباب، انا بحب الاسكندرانيه عامه. اسكندريه ولا القاهره؟ القاهرة برضو. طب ليه كده يا جماعه؟ انا كهروية. طب فارس سكر فارس سكر ولا كامونجا؟ فارس سكر. فارس سكر تعرفي هو منين؟ اسكندرية. ايه اكتر محافظه فيها مغنيين مهرجانات؟ اسكندريه. انت كده فاهمانه. لو قعدتي عادي تاكلي بيتزا ولا تاكلي فول وفلافل عادي؟ الفلافل دي. الطعميه. تسأل واحده في الساحل فول وفلافل؟ انت مجنون يا اسطى، هتشد منك ولا ايه؟ حد كرشها لك في حاجه يا اسطى؟ في حاجه؟ بيتزا. بيتزا صح؟ بص كلمه بيتزا بيتزا طالعه كده، بص اهي بيتزا ماشي. شايفه الشعب اللي بياكل فول وفلافل عادي صح؟ طبعا عادي. صح، بس انت شايفه الناس اللي في مراسي معاهم عربيات غاليه قوي جابوها منين؟ من ابوهم. من ابوهم صح؟ جدع يا بت والله العظيم جدع، يعني انت بتكسفي جابها بس بالعقل، انت مش فاهمه انت بتعملي ايه، بس هو صح من ابوهم. طب لو تقدم لك واحد فقير بس شكله حلو وواحد غني قوي بس شكله وحش، تختاري مين؟ اللي بحبه حتى لو فقير. حتى لو فقير الفقر. جدع يا بت انا بحبك. مش بحبك اللي هو حب يعني بات مارج، يعني انا مش بحبك باللي هو اللي يعني مش عارف اقول لك ايه والله العظيم. انا رحت في داهيه، انا رحت في داهيه. شايف صح. المهم انت منوره معايا الدنيا بجد، واحلى بنوته على التيك توك. احلى بنوته على التيك توك كله، منوره معايا الدنيا بجد. وانت منوره الجولف. احلى اسكندر. احلى اسكندر. على اسكندر يا زميلي من اسكندريه، عمل نفسه مذيع عشان يروح يشقطها، بس مش عايز اكتر من كده. هو مايك. القصه كلها مايك بويا ب 250 جنيه بيركبه في التليفون وخلص الموضوع، بقى مذيع الراجل. بقول لك ايه يا عمرو، كلم عاوزك. طب انت بتبص لي بقرف ليه كده يا بت؟ انت يا بت البصر ده ليا ولا العمرو؟ هو انتوا دلوقتي يا جدعان طالعين بتشتموني عشان عمرو دياب الخاين، عمرو دياب اللي بيعمل اعلان بيبسي، عمرو دياب اللي بيضرب معجبينه، عمرو دياب ابو حلق، طالعين تشتموني عشان ايه يا جدعان؟ عشان انت تستاهل الشتيمه، مش عشان عمرو دياب خالص، مش باباك عمرو دياب يعني، بس عشان انت تستاهل الشتيمه. لو شتموك انا ماليش دعوه، انا ما شتمتش. والله العظيم كل الناس اللي شتمتني في الكومنتات ديت هقول لكم كلمه واحده، عمرو دياب ده مش جدع، براحتكم خليها تفرق. يا ابني هو عمرو دياب ده ابونا يا ابني، يا ابني يعني الناس اللي شتمتك ديت عمرو دياب يبقى خالهم مثلا، هي دي شتيمه بالنسبه لهم؟ انا حد شتمني دلوقتي لا اروح اشتم له مغني المفضل. يعني انا دلوقتي واحد شتمني ليه اروح اشتم له مغني المفضل؟ اشتم له مدرس الانجليزي ليه مثلا؟ ليه اشتم مدرس الانجليزي بتاعه مثلا؟ ما انا اشتمه هو، ما هو شتمني انا.
الكلمتين اللي انا قلتهم دول دلوقتي هتلاقيني عامل عليهم تيت، لان اليوتيوب ما بيحبهمش، بيعتبرهم يعني مش تنمر، بيعتبرهم هجوم. فانت هتتجنن عايز تعرف انا قلت ايه. لو عرفت بقى من شفايفي انزل اكتبهم لي تحت في الكومنتات، لكن هو مش هيحاسبني على الكومنتات، ولا هتحاسبني على الكومنتات يعني اروح منك فين؟ اروح منك فين؟ عندي مخالفتين يا عم الحاج. مالك يا عم الحاج؟ يوتيوبز يا حبيبي، عندي مخالفتين والله، ما بتهزرش معايا. بس عزيزي المشاهد انا خلصت الفيديو النهارده، اما نشوف يوتيوب هيعمل معانا ايه. بس كده عزيزي المشاهد انا وصلت نهايه فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبك وخلاك تبتسم. ما تنساش تحط لايك للفيديو دوت عشان نوصل اكبر عدد من الناس. طبعا لو مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتشغل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده اشوفك في فيديو جديد اللي هو قريب ان شاء الله. سلام. بقى الامكانيات بدات اتعب وادور واعمل افكار جديده، دايما على طول بدور على اللي يفرح قلوبكم ويخلي الضحكه تنور الدنيا كلها. جيش الكابو دوسوا لايك.